السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا النهاردة يا حبايبي حاجة أساسية معانا كل يوم في السحور، ب5 جنيه أو ب10 جنيه بس فول. وفي الطاسة هننزل بيه عليهم بشوية زيت، وبطماطمتين قطع، وفلفل قطع، وبصلاية حلوة كده تقطعيها برضو فرم قطع خشن ناعم زي ما تحبي. وعلى الطاسة على النار كله ني في ني كده بنفس الطريقة دي، هي ما بتاخدش ثواني وطعمها خيال. ونحط كل الكمية اللي معانا ونقلب بالشكل اللي انت شايفاه ده. الوصفة دي جميلة جدا وأحسن من أي وصفة فول تانية. هننزل عليها بالملح بتاعنا، أي كمية على حسب كمية الفول بتاعك. وهنحط شوية من الكمون، وهنحط برضو شوية من الشطة الحمراء. لو ما حطيتيش الخضرة دي باردة، حطي بقى الحمرة دي تبقى حامية شوية. ما حبتيش خلاص براحتك، بس كصيام مش هتحتاج الحام. ونقلب مع بعض شوية كده لما يتدبل كله مع بعضه ويتشوح كويس. نشوحه كده شوية مع بعضنا كده على نار حامية، بس يتشوح كده وتحس ان الخضار كله دبل معاكي ويتشوح. بتنزلي عليه بحوالي نص كوباية مية او اقل من نص بحاجة بسيطة، عشان يستوي بقى مع بعضه كده وناكل احلى طبق فول مع بعضنا. لو وصلت لحد هنا تشتركي معايا بقى في القناة فضلا وليس أمرا، وتحطي لي اللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نقلب كل الخليط مع بعضه ونسيبه 5 دقايق 10 دقايق على نار عالية كده، وبعدين نهدي عليه نسيبه يستوي مع نفسه. دقيقتين بالظبط وبكون استوى. اعتمدي الوصفة ديت وسجليها عندك لسحور رمضان، كل يوم هتحتاجها في السحور. وادي الشكل النهائي بتاع فولنا، بسم الله ما شاء الله. حبيتي تهرسيه بالهراسة اهرسيه، حبيتي تسيبيه بالشكل ده سيبيه، براحتك خالص. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. اعتمدي الوصفة دي وسجليها عندك وجربيها مش هتندمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.